في خبر عاجل، فضيحة جديدة تضرب كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. مدرب تنزانيا يتهم منتخب سيراليون بتزوير الأعمار. قبل البدء في التفاصيل، نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ووضع لايك للفيديو بطبيعة الحال إذا أعجبكم. في تطور مثير وخطير، فجر مدرب منتخب تنزانيا لأقل من 20 سنة شارلا بونيفاس موكوسا مفاجأة مدوية عقب الهزيمة أمام سيراليون في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر. المدرب صرح بشكل مباشر وقال: منتخب سيراليون يضم لاعبين مزورين الأحمر، والفوارق الجسدية تؤكد ذلك. التصريح أثار ضجة كبيرة في الأوساط الكروية الإفريقية، وانقسمت الآراء بين من طالب بفتح تحقيق فوري وعاجل من طرف الكاف، ومن اعتبر تصريحات المدرب مجرد تبرير للهزيمة. الخطير في الأمر أن منتخب سيراليون سيواجه منتخب المغرب في ربع نهائي، وفي حال ثبوت هذه الاتهامات قد يقصى المنتخب السيراليوني ويعاقب مسؤولوه. أما إذا ثبت أن التصريحات مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، فقد يجد المدرب التنزاني نفسه مهددا بعقوبات بدوره بتهمة التشهير والإساءة. القضية مفتوحة، والعيون كلها على مباراة المغرب وسيراليون، التي قد تتحول من مواجهة كروية إلى معركة قانونية. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.